بمثل هذه اللقاءات الهادفة والمفيدة للتابعين. إذن جمعية كبيرة الإسلام جماعة قبل الإخوان وتتمثل بسيد من الإخوان الثقافي. كما أشكر كل هذه الأطراف على الدعوة التي أوتيت شخصي قبل المشاركة مع هذه النخبة الطيبة الأعراق من أجل المساهمة، ولو أنها لا ترقى إلى ما أصل إليه من الجمال ومن الجدة ومن العمق. كون المحتفى به اليوم هو أكثر بكثير مما نسطره في هذه الأوراق أو نقوى به من كلمات أحيانا تعجز أن تؤدي المعنى المطلوب من ورائها. كما أشكر كذلك هذا الجمهور النوعي الذي لم يحضر إلى هذا الفضاء الجميل إلا ليؤسس منظره البهيج مع مكرمنا اليوم الأستاذ الكبير رضوان الدجو. نرحب وبشدة بأحد أكثر المسرح المغربي تاريخا ودراسة ونقدا، إنه عميد المسرح المغربي بل والعالمي، الدكتور عبد الكريم برشيد. أعود لأنوه من جديد للضوء الطلائع الذي أخذته على عاتقها هذه المؤسسات المنظمة والتي خصصت أو ركزت في هذه التظاهرات، إن لم يكن جلها فعلى الأقل أغلبها لمصالح التعريف وإماطة اللسان بصفة جلية عن ركائز الثقافة المحلية. يتعلق الأمر هنا ببعض الشخصيات التي شكلت المشهد الثقافي الإخواني ووضعت أسسه الثقافية وسيد الصرف والمعرفي منذ أمد بعيد. هنيئا لكم أنتم هذا التنظيم كجمعيات وكمؤسسات على تأسيس هذا التقليد الذي يشرف بلدنا بالدرجة الأولى، كما يشرف المحتفى به أحياء وأمواتا. ونقول لهم أنتم ذاكرة هذه المدينة معطاء ثقافيا ونضاليا واجتماعيا. وجعل المجتمع المدني أن يظل صامدا في التفكير والتعريف والتنويه لمن شكل هذه الذاكرة ولمن كانت له يد البطولة في تشكيلها، والأستاذ رضوان الدجو أحد رموز هذه الذاكرة. أقول ليس من السهل أن يقدم المرء شهادة أو يصوغ كلمة في حق رجل مثل الأستاذ رضوان الدجو. كون الرجل متعدد الأطروحات متشعب المعارف عميق جدا في طرح تصوراته، أبعاده الثقافية متشعبة من الصعب على الدارس أو الناقد أو القارئ أن يمسك بأطراف خيوطها وخاصة النهائية منها. أحرى أن يفصل فيها نظرته أو نظريته النقدية. يتعذر عليه أي القارئ أن يستوعب بدقة المضامين بل وكل وجوه النص الإبداعي المتين الذي تتعالق غصونه اليانعة لتمتد في أفق رخب وطلق متشابكة مختلطة لتتآلف في النهاية في نظرة فريدة هي خيطها الناظم الذي يؤلف على مدى سنين طوال الحقل المعرفي للأستاذ الدجو، وكذا نظرته الوجودية للكون والإنسان بل ولفلسفته للحياة. ومن أين لي أن أمسك بطرف هذا الخيط المرقص سابقا؟ هل على المستوى المسرحي الذي يعد مكرما اليوم أحد أقطابه العظام بدون منازع؟ لا أقول على المستوى المحلي أو الوطني وحسب، بل وعلى المستوى العالمي، ولا أدل على ذلك من البلدان والدول الكثيرة التي تصادق على الاحتفاء به وتكريمه واحتضانه كشخصية عالمية قدمت الجنس المسرحي ما لم يقدمه إلى الخلاء من الرواد. وكانت إمارة الشارقة إحدى هذه البلدان التي بصمت على عالمية الأستاذ رضوان الدجو. أمثل به أي الخيط ورجل من أوائل من أعطى للقصة المغربية شكلها الشيميائي ووضع أسسها المتينة، وكان بحق أحد رواد المؤسسين فلا غرو في ذلك، فالرجل كان يصطحب صباح مساء نجوم هذا الجنس الأدبي إبان تأسيسه. قلت من ضمنهم احتواء العالم الكبير نجم محفوظ والتوفيق الحكيم سهيل الدين وغيرهم كذلك فترة دراستي بأرض الكنانة. أن أمسك به دائما
منخرط ضمن صفوف رجال الحركة الوطنية بشمال المملكة عبر أداة هي حزب الإصلاح الوطني الذي انتمى إليه وهو لم يبلغ الحلم بعد، أي في سنة 1952. وقد نجد هذا الشاب اليافع إلى الفترة المذكورة يقوم بأعمال طلائعية كتأسيسه للجمعية السرية مع ثلة من شباب المدينة، نذكر من ضمنهم عبد الواحد السراج، محمد شريعة، حسن الدين داوود، صلاح الدين بن عبد الوهاب وغيرهم. هذه الجمعية تأسست طليعة الشباب من مهامها بث الروح الوطنية بين صفوف الطلبة والتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، وخاصة بمؤسسة المعهد الرسمي التي سميت لاحقا بثانوية الطبيعيات. لم يتم الإعلان أي على الجمعية عن وجودها الرسمي وعن أعضاء مكتبها المسير إلا مع بذور فجر الاستقلال. ثم وهو إطار لا يشق له غبار في حزب الاستقلال، أن تم اندماجه في حزب الإصلاح الوطني سنة 1956 يوجه ويؤطر وينظم ويوسع دائرة الحزب محليا ووطنيا، مما أكسبه خبرة واسعة في الشأن الحزبي وكذا الشأن المحلي. حينما شاهدنا الأستاذ رضوان ددو هو عضو فعال ونشيط ضمن تشكيلة أعضاء المجلس البلدي سنة 1982 إلى جانب الأستاذ حسن الصفار رحمه الله، كان رئاسة الأستاذ محمد الطفوط رحمه الله الإشراف على تسيير المجلس المطلوب إبان الطريق المطلوب. وهنا أفتح القوس لأقول بأن الأستاذ رضوان ددو يعد من المثقفين القلائل الذين جعلوا الثقافة في قلب السياسة والسياسة في قلب الثقافة، ولا يعادل في هذا المجال إلا المفكر المغربي الكبير الدكتور المرحوم الدكتور محمد علي الجبري، الذي استطاع بخبرته السياسية الواسعة وبثقافته العميقة كفيلسوف وكمفكر أن يدمج طرفي هذه المعادلة وأهمهما الثقافة والسياسة، فأصبح قدي هذه المعادلة في صيغة منفردة وواحدة. نتيجتها النهائية هي الازدهار الفكري والانفتاح السياسي والقبض على مفاتيح الحداثة وما بعد الحداثة بكلتا اليدين، حتى يتسنى لنا مواكبة ومسايرة الفكر الحضاري لدول العالم الأول أو دول الشمال كما تسمى عند منظر مثقف العالم الغربي. أنا هنا وفي هذا المقام بالذات أظن بأن الحديث عن الأستاذ رضوان ددو كمسرحي وكمبدع مسرحي وكناقد مسرحي وكمؤرخ للمسرح المغربي والشمالي بالأخص منه قيل فيه الكثير وسودت من أجل صفحات عديدة ومتعددة. ولهذا في هذه الورقة المركزة والكلمة الوجيزة اتجه إلى دراسة شخصية هذا الطود الشامخ من المنظور التاريخي، وإن كان من الصعب أن تفصل ما هو تاريخي وما هو إبداعي والمرجعية الثقافية للرجل، ولكنني حاجة مع ذلك كوني أشتغل في الحقل التاريخي أكثر من اشتغالي على مستوى الإبداع والنقد الأدبي ودراسة الأجناس الأدبية ودراسة مناهج النقد الأدبي وغير ذلك. ومع ذلك فالفصل معي ونحن ندرس بدقة معالم شخصية رضوان ددو يبقى فصلا على المستوى المنهجي ليس إلا ينفي مطلقا التعسف والقوة في تحويل وجهة نظر مقررة اليوم عن مساره المعرفي. لأن أنهي هذه القصة أود الإشارة والتنبيه إلى أن رضوان ددو أنشأ وأسس أول مجلة تعنى بشؤون المسرح، بشؤون المسرح وبأسئلته الكبرى في تاريخ الماضي المستقل في سنة 1963 تحت عنوان المسرح الأدبي. هذا واحد من الجانب المرجعية التاريخية في فكر الأستاذ رضوان ددو. الأستاذ رضوان ددو يملك خيطا ناظما كما أشرت صراحة لكل مصادر الثقافة المعرفية العلمية، فهو يقف على أرضية معرفية صلبة متينة شيد فوق صرحه الثقافي الكبير بكل أبعاده وبكل معالمه على مدى سنين طوال وأزمان متباعدة، شيده بدقة متناهية وبصبر وأناة منقطع النظير وبكل أريحية أيضا. الرجل مسرحي بالفعل، ولكن مسرح رضوان ددو ليس منعزلا أو منزويا في خانة الإبداع لا يمتد إلى المحيط الذي تكون فيه ونشأ بين أحضانه، بل يجب العكس هو سيد الموقف في هذا الطرح. الرجل كان يستند في كل أعماله إلى أسس تاريخية
العبر مطورا بذلك قضاياه وأسئلته سواء الوجودية منها أو الاجتماعية أو السياسية. أريد في هذه العجالة أن أقصد بعض النماذج التي تعضد طرحنا الذي تبنيناه منذ النهاية. تتعلق باستعراض بعض النماذج المادية بإنتاجات الأستاذ رضوان حداد في هذا الإطار كمسرحية قدر الزيتون، وهي المسرحية التي يمكن تصنيفها ضمن المرحلة المعنونة بما قبل التأسيس. اعتمد فيه الأستاذ رضوان حداد أو بالأحرى تأثر بمنجزات المسرح الوثائقي لبسكاتور، حيث جاءت هذه المسرحية في طابع تشجيعي يعتمد استعراض وتوضيح الوثيقة التاريخية كمحور أساس لإنجاز هذه الأعمال. القدر والزيتون أحال الذهن المتلقي مباشرة على قضية وطنية هامة، وبالتالي قضية تاريخية بامتياز تتعلق القوم بتصفية الاستعمار من الصحراء المغربية. وكذلك نستشف الشيء عينه في بعض الأعمال المحتفى به التي تؤدي نفس المعنى كطارق الذي لا يعمر والمتنبئ يقتل زمانه. أهل المدينة الفاضلة المشاء أو الأراجيح تطلق عاليا، وهي مسرحية تؤرخ القاعدة الوطنية في الشمال إبداعيا، ولكن لا أريد أن أسلط عليه الضوء مع بعض التركيز وكذلك مع بعض الاختصار نظرا لضيق الوقت والطول وتشعب الموضوع. على ما أورده الأستاذ رضوان حول ما سميت بحرب تطوان أو بحرب إفريقيا. هذه الحرب التي خصها الأستاذ رضوان تدل بسلسلة من المقالات على ظهر صحيفة الشمال، كما أفرد لها كتابين هما قيد الطبع جاء فيهما بنظرة جديدة وبطرح مبتكر في تلازم المسرح المغربي الشمالي وفصول هذه الحرب التي شرعت أبواب المغرب على مصراعيه لاحقا بجل أثناء الاستعمار والإسباني منه بالأخص. فأصبحت إسبانيا تدعي لاحقا بحقوقها الشرعية بشمال المغرب، وما سنشاهد لاحقا منذ 1860 وإلى حدود سنة 1912 كانت توقع معاهدة الحماية مع السلطات الفرنسية. حرب تطوان هذه التي كانت من حق مصالح المغرب كبير النصيب من هذه الاستقصاء، ووقعة تطوان هذه هي التي أزالت حجاب الهيبة عن بلاد المغرب واستفاض النصارى بها، وانتصر المسلمون انتصارا لم يعهده لهم مثله، وكثرت الحمايات ونشأ عن ذلك ضرر كبير. انتهى قول الناصري. فعلى المستوى الداخلي الإسباني أدت امتيازات مادية والاستعمارية الكبيرة التي حصلت عليها إسبانيا بفضل معاهدة الرأس إلى تلميذ صورة حكومة الاتحاد الليبرالي التي كان يترأسها آنذاك ليوبولدو أودونيل الذي قاد الحملة العسكرية شخصيا. ومكنت المعاهدة ذاتها من إعادة الاعتبار للحس الوطني لدى الإسبان، خصوصا بعد تخلفهم عن المد الاستعماري مقارنة بباقي القوى الأوروبية بسبب الصعوبات الاقتصادية التي أنتجتها الحروب. وإذا ما موقع الأستاذ رضوان حداد ضمن هذه الفدلة التاريخية المتعلقة بحرب تطوان؟ لقد انتبه الأستاذ رضوان إلى نقطة غاية في الأهمية من خلال كتابه التوثيقي والذي قلنا أعلاه بأنه ماثل للطبع تحت عنوان حرب تطوان 1860 في المسرح الإسباني. هذه النقطة تتعلق بالسبب الحقيقي الذي جعل السلطات الإسبانية تتجه نحو غزو المغرب، وهو ضياع إسبانيا بجميع مستعمراتها في أمريكا الجنوبية. حولت وجهتها إلى المغرب كمصدر أساس تعوض به هذه الخسائر التي منجت بها في الجنوب الأمريكي وفتحها كسوق التسويق غائب منتجاتها. وهذا وجب علي أن أستشهد بنص غاية الأهمية تقطر من كتاب مكرمنا يلخص بموجبه كل الرؤى التي تطرقنا إليها فيما يتعلق بتوظيف رضوان للمخاوف التاريخية في تلازمها مع الإبداع بصفة كلية ومع المسرح بصفة خاصة. يقول الأستاذ رضوان: أولا، الجدة هو موضوع بك الحرب تطوان بالرغم من قدم تاريخه وأحداثه، وهذه معادلة قد تبدو غريبة، فإذا كان أكثر من 16 عقدا تفصلنا عن تلك الحرب التي ومع الأسف الشديد هي نفسها لم تخضع لما كان يجب أن تخضع به للاهتمام
وعناية المؤرخين والباحثين والدارسين مقارنة مع قضيته عن الآخرين خصوصا الإسبانيين والبرتغاليين وغيرهم توثيقا وتأريخا وحتى على مستوى الإبداع الثقافي الفني في ذلك التاريخ. وإلى يومنا هذا لدرجة أننا لا نعرف كاتبا أو باحثا أو مبدعا عربيا واحدا تناول هذا الموضوع في أبعاده وألوانه المتعددة، أي تقصي حد 1860 في الشعر، في القصة والرواية إلى آخره، في المسرح الإسباني، العروض المسرحية الإسبانية التي جعلت من تلك الحروب مادته الأساسية. كذلك اعتمد الأستاذ رضوان وهو يؤرخ بصفة احترافية لهذه الخط في تلازمها مع الإبداع أن الرجل اعتمد على وثائق غميسة وعلى مصادر مزدوجة باللغة أي العربية والإسبانية حتى يعطي لموضوعه المطروق صفة الجدة والرزانة والصيانة التاريخية والتوثيقية. وهنا وجب أن نمثل ببعض ما اعتمد عليه الرجل وهو يحضر كتابه التوثيقي عن حرب تطوان. لقد رجع الأستاذ رضوان إلى موسوعة المرحوم محمد داود تاريخ تطوان لينقب بداخلها عن المبتغاه مما أراده الأستاذ داود فيه، مما أوده الأستاذ داود في هذا الإطار، ومن بينها يقول الأستاذ داود في هذا المجال. وقد نقل الأستاذ رضوان بأمانة تامة: ملكة الإسبانية تتبرع ببقايا خشب تطوان. هذا العنوان جاء تحته ما يلي: ومن رسالتين سابقتين وزيرية مؤرخة بشرطة القاعدة 1292 وسلطانية مؤرخة بشرطة الموت، كنا عرفنا أن الإسبانيين كانوا قبل جلائهم قد تركوا في بناء أسوان خشبا. ونزيد الضوء واللي غيتأسس به المسرح، أول مسرح هنا في الشمال وخاصة أسوان. أختم هذه المداخلة المستعجلة بقول لعميد المسرح المغربي جلالة معنا الأستاذ عبد الكريم بلشي وهو جلالة معنا بقوله: رضوان حددو هو كاتب أولا، وتحديدا هو كاتب مسرحيا ثانيا، وهو فاعل جمعي ثالثا، وهو مناضل سياسي رائعا، وهو مؤرخ الحركة المسرحية في شمال المغرب خامسا، وهو مواطن مغربي بحس عربي أمازيغي موريسكي إفريقي، وهو مبدع بنزعة إنسانية وبرؤية كونية شاملة ثالثا، وهو شاعر في جبة ناتي، وهو فنان برفقة الساحر، وهو كاتب بدرجة عراف ومتنبئ. وقبل هذا وذاك فهو إنسان احتفالي يعشق الحياة ويعشق الجمال في الناس وفي الأشياء وفي العلاقات الإنسانية الجميلة، وهو يكتب من أجل غد ينبغي أن يكون أجمل، وأيضا من أجل تأسيس معرفة مفيدة وممتعة. أجدد شكري لجمعية ولجماعة تطوان وللنادي ولهذه كل المشاركة وللحاضرين الكرام. أتمنى لمكرمنا أن يدخل في صحة وينعم كما أرجو له مباركة العمر والاستمرار في إنجاز أعماله الهادفة الممتعة العميقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.